دوك علاه تفكر بزاف قبل ما تاخذ اي قرار. نمط من الانماط اللي يوتيليزيهم الشيطان كونتر ليك واللي هي النمط نتاع التفكير المعمق، التحليل، دراسة تفاصيل بعمق، سواء تكون نتايا باغ في كاش علم باغ في الاشخاص ولا لا فيزيولوجي لا بسيكولوجي لا بيولوجي سا ديبون وين انت ولا لا تكنولوجي. المهم يكون عندك تحليل معمق اللي ما كاينش عند اي واحد اخر، عند بزاف ناس. دونك توتيليزي هاد التفكير والتحليل والدراسة المعمقة كاش حاجة كاش علم، أو تحب تفهم تفاصيل دقيقة منها وتكريي من هاد الفهم نتاعك تكري لي سيستم. دونك في الظاهر والنمط هذا شغل ذكاء كبير، مي هو كيفاه غادي يوتيليزيه ضدك، كيفاه غادي يحوره، كيفاه يبدله من حاجة بوزيتيف لحاجة نيجاتيف. دوك تبدي يفو دير تحليل، يولي عندك تفكير زائد من التفكير اللي يخليك تكري سيستم، يولي تفكير الزائد. دوك يولي تحل بيبان الشك، ماشي تحوس على التفاصيل الدقيقه، مي تزيد الشك باللي نو بالك اني غلط، بالك ماشي نيشان، بالك ما عادش عندي معلومات كتر. دوك يزيد لك الشك، وشحال ما زاد الشك يولي عندك شغل كعب، يولي عندك مسافه ما بين الحق والباطل. وهنا تولي اشاك فوا منغمس ماشي في التفاصيل وماشي في الحقائق، مي تولي منغمس غير في هذه الدائره المفرغه اللي ما عندهاش حل وما عندهاش مخروج. دوك تولي حاصل في الشك. دي فوا باغ اكزومبل يكون كاينين بني ادم يكون عندهم تحليل ودراسه كبيره، باغ اكزومبل شكون هو ربي، علاش ربي، شكون، علاش هذا الدين، علاش هذه، شكون يحوسوا يفهموا اكثر ويحوسوك شغل يدخلوا في التفاصيل المعمقه. اون فوا هي حاجه مليحه لو كان تقعد هكذا بيور، مي لو كان الشيطان يدخلها غادي يزيد الشك. اون فوا يدخل الشك الانسان هذا صاي غادي يضيع بعيد على الحقيقه، ويوصل باريزون صوالح اللي قاعد يدخلوه في منافذ وابواب اللي غادي يضيع فيها هاد النعمه اللي ربي عطاها له، اللي هو هاد النمط السليم. ماشي بوعي، الانسان هذا ما دارهاش بوعي، مي دارها مالوغوزمون بجهل، وربي حاسب بالجهل. الا الانسان ما حوش قبل ما يتعمق في اي حاجه، لازم يتعمق في نفسه هو قبل ما يتعمق ويخدم المجتمع. لازم يخدم نفسه هو ويخدم المعرفة نتاع الروح تاعه وحقيقته، او كيفاه شياطين الجن والانس راهم يمانيبيليوه وراهم يحوسوه يخرجوه من الحقيقة نتاعه وينسيوه الحقيقة نتاعه. باسكو هذه هي الحاجة اللي جينا على خاطرها في هذه الدنيا، سي نتفكروا شكون احنا ونتفكروا الحقيقة نتاعنا. اذا الانسان عرف الحقيقه نتاعه ما كان حتى قوه قادره تخرجه من السعي نتاعه وتخرجه من الصراط المستقيم نتاعه. ما اذا ما عرفش واش هي الحقيقه نتاعه، دائما غادي يكون فيه نسيان وتناسي، وربي يزيد ينساه وضاع هذا الانسان المنسي. دونك البرنامج اللي كريته بوعي وبهدف انه يكون كاين نفع كبير للمجتمع، هالبرنامج يخليك تعرف واش هي الوسوسه، اللي ماشي مالوغوزمون ماشي فكره صاي، مي هو نظام معقد. دونك هالبرنامج يخليك تفهم واش هي الوسوسه وتعرف التاثير تاعها، تتعلم واش هو التاثير نتاعها في الافكار، في المشاعر، في النفسيه وفي الروح. كيفاه تاثر الوسوسه على نسيان الحقيقه نتاعك، واسمه هو البوتنسيال نتاعك والبوربس نتاعك في هذه الدنيا. او ليو كو راك تتمشى في سعي نحو الصراط المستقيم ونحو البوربس تاعك، الوسوسه راها تخليك عالق
في راسك. في هذا النمط اللي هضرنا عليه، الوسوسه دائما تخليك عالق في بالك، في راسك، وفي التحليل اللي دائما يديك للشك.